النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز الاحمر الجميل اللي قدامكم ده، وهنعمل مع بعض فراخ بطريقة جديدة حلوة جدا. وهنعمل ان شاء الله برضو سلطة الزبادي دي بطريقة حلوة جدا برضو، وبتبقى حلوة جدا مع الوصفة دي. اتمنى تشوفوا الفيديو للاخر، ولو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك، واللي لسه اول مره يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي الجديده بامر الله. ويلا نبدا ونقول بسم الله. يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات حلوة جدا جدا جدا. طبعا انا عملت وياكل الفراخ بكذا طريقة وكذا تتبيلة، وعملت وياكل الرز برضو بكذا طريقة بس اللي انا ما عملتهوش وياكل هي سلطة الزبادي. هنعملها النهاردة مع بعض، بس النهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ بتتبيلة حلوة جدا وجميلة جدا وبطريقة مختلفة هتعجبك بأمر الله. والرز برضو هنعمله في الطاجن او في البرام بطريقة حلوة جدا برضو، وان شاء الله هتنول رضاكي. وان شاء الله لو جربتيها بالطريقة دي، لو جربتيه بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليه، بيطلع في منتهى الجمال والروعة. دلوقتي بقى احنا اول حاجة هنقول على المقادير بتاعتنا كلها، كل حاجة مقاديرها لوحدها او مكوناتها لوحدها علشان خاطر ما تتلخبطوش. اول حاجه معانا هنا الرز انا معايا رز بسمتي اللي هو الحبه الطويله، ينفع جدا الوصفه دي، تنفع جدا في الرز المصري، تنفع جدا. الرز بتاعنا غسلاه ونقعته تقريبا ساعه، بعد كده صفيته من الميه زي ما حضراتكم شايفين كده في المصفى. التوابل بتاعته عباره عن ايه؟ هنا لوري او ورق غار او ورق سدر زي ما بتقولوا، مكعبين ماجي. وهنا التوابل بتاعتي عبارة عن ايه؟ كركم، كاري، توم بودر، بصل بودر، فلفل اسمر، لون طعام احمر بودر. لو حابة تستخدمي اللون اللي هو السائل براحتك، هو ده. وطبعا معانا ملح. هي دي مقادير او مكونات الرز بتاعنا النهارده. وطبعا احنا معانا ميه، الميه بتاعتي انا حطها على النار عشان هنزل فيها بكل التوابل اللي معايا دي قبل ما اشتغل في الرز، عشان التوابل تغلي مع الميه. وهحط كمان معاهم ربع كوبايه زيت ومعلقه زبده. دلوقتي بقى مقادير الفراخ عباره عن ايه؟ طبعا معانا فرخه متقطعه التقطيعه اللي تحبيها، انا مقطعاها على 8 قطع. انت تقدري تقطعها 10، تقدري تقطعها 6، تقدري تقطعها اي تقطيعه تحبيها، او 4 حتى. هنا التوابل بتاعتها عباره عن ايه؟ التوابل بتاعتنا دي كلها بمعلقه الشاي، في اللي نص معلقه وفي اللي معلقه. اول حاجه معانا بابريكا معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسمر، معلقه توم باودر، بصل باودر، ده كله معلقه. بقيه الحاجات اللي معايا نص معلقه. معانا هنا كمون نص معلقه، كركم نص معلقه، حبه مطحون نص معلقه، جنزبيل باودر نص معلقه، معانا ورق غار، ومعانا نص ليمونيه. معانا ايه تاني؟ هنا معلقتين صلصه كبار، عليهم معلقه صويا صوص، عليهم 3 معالق زيت كبار. هنا بصلايه متوسطه مبشوره ناعم جدا. دي توابل الفراخ بتاعتنا او مكونات الفراخ بتاعتنا. سلطه الزبادي عباره عن ايه؟ معانا هنا كوبايه زبادي كبيره، عليها نص كوبايه لبن سوري لبن رايب، بس معلش كنت ناسيه الاسم. معانا هنا خيار مبشور، وهنا
ده اوراق كده بتاعت بقدونس على كزبرة، ومعانا هنا جزر مبشور ونص ليمونية، وطبعا التوابل بتاعتها توم باودر. تقدري تستخدمي التوم الفريش بس انا بحب الباودر اكتر في الوصفة دي. معانا فلفل اسمر نص معلقة صغيرة، ملح ربع معلقة صغيرة. وطبعا الملح دايما بيبقى حسب الرغبة. اول حاجة هنبدأ بيها هروح بالبهارات بتاعت الفراخ دي كلها على المية اللي على النار، بتاعت الرز اسفة على المية اللي على النار تغلي مع الرز، على بال ما نتبل الفراخ يكون المية بتاعتنا غلت. المية اهي بتاعت الرز اللي على النار. اول حاجة هنزل بيها الملح بتاعنا، ودايما الملح حسب الرغبة. هنزل بقى بكل البهارات اللي احنا اتكلمنا عليها بالشكل ده. هسيبهم بالظبط 10 دقايق يغلوا مع بعض، عشان انا عايزة المية بتاعتي تاخد من كل التوابل دي. لو انت عندك شوربة استخدميها، هتبقى حلوة جدا في الوصفة بتاعتنا دي، بس انا مش متوفر عندي الشوربة دلوقتي. هنزل بقى دلوقتي بالرز كده في البرام بتاعنا. دلوقتي المية غلت بكل الحاجات اللي احنا حطيناها فيها، هي بالظبط 10 دقايق. هننزل بيها بقى على الرز بتاعنا. الرز بتاعنا ده هيبقى احمر. طبعا انا بنزل بالمغرفة علشان خاطر احط على قد بس الرز ما محتاج. وطبعا احنا عندنا الفرن مولع. بقى بعد ما حطينا الميه اللي هي هتكفي الرز بتاعنا، كل واحد عارف الرز بتاعه بياخد ميه قد ايه. كل نوع بيختلف عن النوع يعني يعني النوع اللي عندي طبعا مش هياخد زي النوع اللي عندك. كل واحد عارف النوع اللي هو بيجيبه بياخد ميه قد ايه. انا عندي هنا طالما بله الرز الكوبايه بتاخد كوبايه. دلوقتي بقى انا عندي الفرن متولع على درجة حرارة 220. هدخله الفرن على الصاجة. اول ما هيقلب وهيبتدي يتشرب ميته هطلعه على الشبكة على طول. دلوقتي بقى معانا الفراخ نشتغل فيها. هي بقى الفراخ بتاعتي طبعا متقطعة على 8 قطع زي ما انا قلت لكم. هنعمل فيها فتحات كده بنفس الشكل ده كده فتحات من كل حتة كده اهو. بس السكينة اللي معايا يعني صعبة شوية. طبعا الفراخ بتاعتنا دي مغسولة كويس جدا ونقعتها ساعتين في محلول النقع اللي هو عبارة عن ايه، عبارة عن مية، ردلين مية وربع كوباية خل وليمونية و3 معالق ملح كبار ومعلقة سكر. هو ده محلول النقع بتاعي. بالشكل ده كده انا فتحت الفراخ بتاعتنا كلها، عملت فيها فتحات كده. انا هشتغل بيها على طول اول ما احط فيها التتبيله، بس انتي لو حابه تخليها بالتتبيله دي يعني مثلا نص ساعه او ساعه في التلاجة هتبقى معاكي كويسه جدا. اول حاجه هنزل بيها الخلطه دي اللي قلتلكوا عليها بالشكل ده كده اهو. وبعد كده التوابل بتاعتنا مكعب الماجي، وبالمناسبة ده اختياري تقدري تستغني عنه في الوصفة دي.
بس هو يعني بيطعم الاكل معاكي. الليمون، نص الليمونيه، كل البهارات اللي معانا. لون الطعام ده ما تزودوش عن يعني يدوب سنه كده على طرف المعلقه، علشان خاطر اللون بتاعكم ما يبقاش شكله مستفز كده، يبقى شكله حلو جدا. طبعا انا مش هحط البصل دلوقتي، هقلبهم مع بعض وارجع لكم. انا قلبت الفراخ اهو في التتبيله بتاعتنا، شايفين لونها عامل ازاي من قبل ما تستوي؟ لونها حلو جدا، وده من اللون اللي احنا حطيناه. عشان كده بقولك ما تزوديش اللون، عشان ما يديكيش لون غامق جدا فمبيبقاش مستحب. دلوقتي بقى انا معايا طاسه على النار فيها ربع كوبايه زيت، ويلا نروح نشوف هنعمل ايه في الفراخ بتاعتنا دي. الطاسه بتاعتنا اهي سخنه عشان الفراخ بتاعتنا تاخد صدمه. شكل ده كده. اهو الفراخ بتاعتنا ريحتها ولونها يعني مقولكوش بجد حلوين جدا جدا. وطبعا انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت ملح في التتبيله، احسن تفتكرين ان انا عامله الفراخ بتاعتنا من غير ملح، بس طبعا عملت حسابي ان الصويا صوص بيبقى حلو شويه. نقلبها بقى دلوقتي عشان هي خدت الصدمه اللي احنا محتاجين نديها لها. لو حابه تتخلصي من الجلد تقدري تتخلصي منه، بس بيدينا شكل كده حلو في الاخر. بعد كده بنتخلص منه لما بنيجي ناكل عادي. دلوقتي الفراخ بتاعتنا اخدت صدمه اهي من كل اتجاه. هنطلعها على صينيه. تقدري عادي جدا تغطي البصل اللي معاكي، وانا بشرت جزريه كمان تقدري تحطيها وتغطي الطاسه بتاعتك دي وتهدي عليها النار وتسيبيها تستوي على عين البوتاجاز، تطلع معاكي في منتهى الجمال والروعه. بس انا حابه طالما الفرن شغال استغل الحته دي وهحط الفراخ كمان في الفرن مع الرز. هنزل كده بباقي الفراخ بتاعنا بالشكل ده كده. دلوقتي بقى بعد ما طلعنا الفراخ هننزل كده بالبصل والجزر بالشكل ده كده، نديلهم تشويحه بس خفيفه. عشان هننزل بيهم على الفراخ بتاعتنا. بعد ما اخدوا التشويحه كده اللي انا محتاجاها هنزل بيهم بقى دلوقتي على الفراخ بالشكل ده كده. ننزل بيهم كده، نحط على كل حته شويه من البصل بتاعنا ده والجزر عشان يطعمهولي
تعمري الفراخ بتاعتي كده، خليها حلوه. وهغطي صينيتي وادخلها الفرن، وبعد ونروح نعمل مع بعض سلطه الزبادي. يلا بقى نعمل السلطه بتاعتنا الجميله. بالشكل ده كده. هنخلط عليها البقدونس والكزبره. بالشكل ده كده. هنعصر الليمونه، نص ليمونه. هننزل بالتوابل بتاعتنا، اقول لكم عليها تاني: توم باودر، فلفل اسمر، وملح حسب الرغبه. هننزل بقى بالزبادي بتاعتنا واللبن الرايب بالشكل ده كده. نقلبهم كويس جدا مع بعض. نفك كده الزبادي مع بقيه الخضار اللي معانا. السلطه دي حلوه جدا، بترطب على المعده جدا، اللي معدته وجعاه يعني السلطه دي هتريحها له كده. تكون سلطه الزبادي اللي معانا خلصت. نجيب طبق نغرفها بيه. هنغرف السلطه بتاعتنا كده بالشكل ده كده. وبكده تكون السلطه بتاعتنا جاهزه تتقدم مع الاكله. بس على ما هحطها في التلاجة على بال ما الاكل بتاعنا يستوي ويطلع من الفرن. انا هعمل سلطه الطحينه، بس بقى مش هصورها عشان انا عامله وياكم سلطه الطحينه قبل كده. اللي حابب يشوفها يكتب لي في التعليقات وانا هنزله اللينك بتاعها. بقى نشوف الرز بتاعنا اخباره ايه بعد ما طلعناه من الفرن. شايفين لسه بيدخن، شكله حلو جدا. يلا نقلبه. شايفين قد ايه مفلفل وجميل، حلو جدا. يا ريت تجربوه، وبجد صدقوني لو جربتوا الطريقه دي مش هتبطلوا تعملوها. هنرجع نغطيه بقى ونسيبه على ما الفراخ بتاعتنا تطلع من الفرن هي كمان عشان ما يبردش. وطلعنا الفراخ بتاعتنا اهي من الفرن. معانا بقى حته فحمه كده بنولعها على النار. هنوسع ونحط هنا اي حاجه نحط فيها الفحمه. ورق سلوفان كده هنحط فيه الفحمايه بتاعتنا متولعه بالشكل ده كده. هنحط ايه بقى على الفحمايه بتاعتنا دي؟ هنحط سائل من اللي نازل من الفراخ ده، مش هنحط زيت. هنحط السائل ده يدينا كده ريحه حلوه. وعلى طول نقوم مغطيين الفراخ بتاعتنا تاني. الفرن بتاعنا لسه مولع. هرجع ادخلها في الفرن بالظبط 5 دقايق، وبعد كده هغرف لكم الفراخ بتاعتنا والرز بتاعنا، ونشوف هنعمل الشكل النهائي مع بعض. بالشكل ده كده. ده الطبق بتاعنا بقى بعد ما خلص.
فغرفنا الرز طبعا مع بعض، ورصينا عليه الفراخ زي ما انتوا شفتوا، وجرنشنا ببقدونس، حاجة بسيطة خالص، اوراق بقدونس. تقدري تحطي مكسرات متحمصة، تقدري تحطي اوراق كزبرة. تقدري تسيبي الطبق زي ما هو كده، حلو جدا بجد، طعمه حلو جدا وشكله حلو جدا يفتح النفس. لو عندك ضيوف او اولادك اكلهم قليل، الطبق بتاعنا ده هيخليهم ياكلوا بامر الله من شكله. ودي سلطة الزبادي اللي عملناها سوا اهي. انا بس ما عملتش فيها اي حاجة تاني، انا حطيت بس عليها بقدونس من فوق. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو الفيديو بتاعنا عجبكم بقى يا ريت تدعموني بلايك، واللي لسه اول مرة يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي الجديدة بأمر الله. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.